رمضان شهر روحاني، ناس كتير بيستنوه علشان يهدوا ويطمنوا ويبعدوا عن دوشة الدنيا. بس في الحقيقة ان في بعض الناس بيبقى شهر رمضان اصعب عليهم كتير من الايام العادية، وده بيكون بسبب التراكمات النفسية. ضغط سنة كاملة من مشاعر مكتومة وقلق وتوتر بيبقى مستني ان رمضان يجي عشان يحل كل ده. واصلا رمضان بيبقى فيه تغيير كبير في الروتين، صيام وتغيير مواعيد نوم وتغيير مواعيد اكل واجتماعيات من لمة العيلة، فممكن ان كل ده يزود القلق اكتر ويخلي الحزن بتاعنا يبان اكتر. خلي بالك ان في حدود في التحمل النفسي الشخصي، لو انت تعديتها او تجاوزتها الموضوع هيبقى عكسي وهيبقى عبء نفسي اكبر. فالحل هنا انك تفهم نفسك وتديها مساحتها وتحس مشاعرك من غير جلد ذات ومن غير لوم نفس، وتطمن الشهر لسه طويل وفي خطوات بسيطة ممكن نعملها تفرق معاك. انك تنظم النوم بتاعك وتشرب مية كفاية وتعتمد بشكل كبير على تمارين التنفس بشكل صحيح. ولو بتقدر تكتب المشاعر اللي جواك ياريت تخرجها في اي وقت. لكن اهم نقطة، لو انت حسيت ان المشاعر السلبية مسيطرة عليك فوق قدرتك على التحمل، ما تخجلش انك تلجأ لطبيب او معالج نفسي، لان العلاج النفسي هو مش ضعف ومش رفاهية، هي طريقة بتساعدك انك تفهم نفسك اكتر وتوصل لسلام نفسي افضل وتقدر تعيش رمضان بهدوء وروحانيات اكتر. ولو حاسس انك محتاج دعم حقيقي، هنا في يوتوبيا معانا متخصصين يقدروا يسمعوك ويفهموك ويساعدوك تعيش رمضان بطمأنينة وسلام وراحة أكتر، وتطلع منه أخف نفسيا